وانا تصوري ان احنا لازم نحرر المساله عشان نفهم ايه السبب، ولما نشيل السبب هتنجح كل المبادرات بما فيها مبادره الاستاذ فريد او الباشمهندس. السبب الحقيقي انا عايز اطرحه وعايز اسمع فيه ردود من الساده الافاضل الضيوف بيوافقوني ولا بيختلفوا معايا. بص حضرتك، احنا بقالنا ما يقرب من سنتين تقريبا اختلفنا في كل حاجه، القوى السياسيه كلها تختلف وتتفق في كل حاجه، كله داخل اطار الحوار السياسي. في حوار قوي جدا، في خلافات، في انسحابات، في انضمامات، في بيانات، في مؤتمرات، في مسيرات، في كل انواع الفعل السياسي اتعمل. الشيء الوحيد الجديد في هذا المشهد اللي بيحصل النهارده ان في موت وان في دم. ليه؟ لان في طرف استدعي ما كانش موجود في المشهد السياسي. هذا الطرف هو فلول النظام السابق. فلول النظام السابق مؤمنين بالضرب، بالعنف، بالقتل، خرجوا براء من موقعة الجمل ورجعوا تاني في المشهد السياسي. اذا الجديد في المشهد هو وجود فلول النظام السابق اللي هم النهارده انتج هذا المشهد دماء. يبقى نشيل دول من المشهد عشان الدماء تقف، عشان نقدر نفهم المبادرات. يعني كل اللي موجودين قدام قصر الاتحاديه يا استاذ عصام الان فلول؟ لا، كل اللي موجودين لا، كل الموجودين. بص حضرتك لا انت كان عندك عدد هائل من الفعاليات السياسيه خلال سنتين، منها الفعاليه السياسيه الاخيره اللي كانت في يوم السبت اللي فات. كان مقرر لها انها تنزل ميدان التحرير. بقليل من الحوار، بقليل من الاتصالات، استطعنا ان احنا نقنع الطرف الثاني بتليفونين 2 ينقلوه، يعني يبقى بينهم وبين ميدان التحرير نهر النيل كامل، واستجابوا. واللي اتعمل في التحرير كان شيء راقي جدا، واللي اتعمل في جامعه القاهره شيء راقي جدا. ده عبر عن رايه، ده عبر عن رايه. الجديد في الموضوع ان يعني انا هقول لك حاجه مش لازم نروح بعيد. هاتي حضرتك قولي للاعداد يجيب لك الفاينانشال تايمز بتاعت اول امبارح، نشرت حديث للدكتور البرادعي قال فيه ان مبارك وشباب الثوره اختاروني قائدا لاداره هذا الموضوع ضد الاسلاميين. مين اللي جاب في المشهد اتباع مبارك الان؟ اتباع مبارك دول يا سياده البرادعي او يا سياده الاستاذ الدكتور او يا سياده الرئيس او الرمز العظيم الوطني، اتباع مبارك دول لا يؤمنون الا بالعنف. انا معلوماتي بتقول ان هم النهارده عن نازلين ومعاهم طبنجات ومعاهم خرطوش، وهم دول اللي بيعرفوا يجيبوا الرخام من مصانع الرخام، وهم دول اللي بيعرفوا يطلعوا العربيات النص نقل وبيدوا لكل واحد 200 جنيه و500 جنيه و1000 جنيه، وكلنا اتضربنا منهم واتبهدلنا. استاذ ابو العز الحريري ده ياما اتضرب منهم، والمهندس فريد زهران ده ياما اتضرب منهم. عشان تبقى عارفه حضرتك انا تقريبا انا والمهندس فريد زهران مختلفين في كل حاجه في حياتنا، خلاص؟ انما انا لا املك الا ان انا لما اشوفه اعانقه لاني بحبه وبقدره. نفس الحكايه استاذ ابو العز الحريري. احنا النهارده اذا كان المطروح هو استبدال الحوار السياسي بحوار جنائي، ده موضوع ثاني بقى. ده عمر مبادره فريد زهران هتنجح، ولا شيخ الازهر مبادرته هتنجح، ولا محمود مكي هتنجح، ولا غيره هينجح. لان في ناس على الارض لا يؤمنون بالحوار، لا يؤمنون الا بالضرب والقتل وسفك الدماء. ده معناه انه خلاص مفيش حل بالطريقه دي. يعني اللي حضرتك بتقوله كده قفلت كل الابواب في وشنا، يبقى مفيش حل. لا، قفلت الابواب في وش اللي عايز يدخلهم. خلي بالك لو انت عايزه تدخليهم انا مش سامعه يا شباب. يبقى الباب قفل، الباب مش هيفتح. انما لو احنا عايزين نوصل فعلا لحوار جدي، وطبعا الكلام اللي بيطرحه الاستاذ فريد كل اللي طرح مبادرات النهارده وامبارح واول كلها مبادرات جيده، واللي يشترط شروط قبل اي حوار يبقى بيصادر على الحوار، يبقى مش مؤمن بالحوار. والكل لازم يقعد. احنا ما بنتحاورش في نصوص قرانيه، احنا بنتحاور في صنع بشري، من اول الاعلان الدستوري وما قبل الاعلان الدستوري وما بعد الاعلان الدستوري والدستور نفسه واللجنه نفسه، كل الامور دي صنع بشري، صناعه بشريه مما يقبل الاخذ والرد. الشيء الوحيد اللي لازم يطلع بره المساحه السياسيه دي عشان الحوار ده ينجح هو رموز النظام القديم. احنا كلنا عارفين ان في ماده للعدل موجوده في مشروع الدستور، الماده دي هي اللي طلعتهم كلهم من الجحور النهارده، مطلعين العربيات النص نقل ومطلعين بلطجيتهم، سواء بقى متجهين. وكان ممكن جدا المشهد ما يبقاش عند الاتحاديه بالشكل ده، كان ممكن بس كمان الطرف الاخر بيقول انه الاخوان المسلمين خرجوا ناس مسلحه وخرجوا اتوبيسات ومولوا، وبعدين الاستاذ فريد زهران بيقول برضو كلام منطقي، بيقول لك مين اللي راح لمين؟ الناس اللي كانت عند الاتحاديه دول بضعه يا استاذ عصام. ثانيه واحده ما تتوهيش الحقيقه. احنا الاخوان المسلمين موجودين من ساعه الثوره لغايه النهارده في خلاف سياسي بينهم وبين كل الاطراف، وكنا في مجلس الشعب في خلافات سياسيه قويه وعنيفه جدا 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 لم تخرج عن حدود الكلام. كلنا عارفين مين اللي معاه سلاح. بلاش والنبي الله يخليك تمثل الحقائق وخلط المواضيع.
بلاش ايه؟ لا مش سامع. خلط الحقائق. انا خلط الحقائق مني انا ولا قصدك مين؟ طبعا مني انا. ها طبعا منك يا رانيا، امال من مين؟ انا بقول لك اهو، انت بتخلطي بين الجمهور، انت عايزه تساوي ما بين انا هرد اقول ايه في المشهد اللي احنا فيه ده. انا اللي بخلط الحقائق. انا اللي قلت للاخوان المسلمين ينزلوا النهارده للمتظاهرين قدام قصر الاتحاديه. انا اللي قلت للرئيس ما يخرجش حتى هذه اللحظه يا استاذ عصام، ما يحقن الدماء ويقول للاطراف كلها كل واحد يروح بيتهم. انا اللي عملت الاعلان الدستوري اللي عمل الازمه يا استاذ عصام. بس اتفضل. تغسلي رموز النظام القديم وبلطجيه النظام القديم في مشهد سياسي محترم. لا يمكن ابدا انت بتقومي بعمليه غسيل ومكوى، هو ده اللي انت بتعمليه بالظبط. مين المؤمن بالعنف والبلطجه وكانوا ضربونا في موقعة الجمل؟ مين اللي نزل قتل ثوار؟ مين الطرف الثالث؟ انت نسيتي ولا ايه؟ الثوره اكتر من مين اللي عمل محمد محمود ومين اللي عمل مسبيرو ومين اللي عمل بمجلس الوزراء ومين اللي راح ذبحهم في الاستاد في بورسعيد وهم امناء؟ الشيوعيين اللي عملوا كده ولا الاخوان المسلمين ولا حزب النور ولا حزب المصريين الاحرار؟ دول كلهم احزاب محترمه تتحاور سياسيا وتتعاطى سياسيا، انما انت وكثير من الاعلاميين اللي غطيتوا عليهم، غطيتوا على جرايمهم ودفنتوهم وهتستخدموهم فينا دلوقتي. طيب استاذ عصام، سؤال اخير، من اعطى لهم هذه الفرصه؟ انت تعلم ان الفلول امام القصر الاتحاديه، خليني اسلم مع حضرتك ان الفلول كانوا قدام قصر الاتحاديه، اديتهم الفرصه يشتغلوا، ما كانوا ساكتين امبارح. لا طيب بتسالي السؤال يبقى لازم تسمعي الاجابه، انت بتسالي السؤال لازم تسمعي الاجابه. انا مش سامعه حضرتك، فمش عارفه ارد رد كامل. مش باين يا استاذ عصام يعني. طب يا جماعه حاولوا تتصلوا تاني باستاذ عصام ويكون الصوت واضح. انا مش سامعه حاجه. هو بس طبعا انا طب معلش، حد من الاعداد سمع حاجه من الاستاذ عصام قالها يقولها لي علشان اعرف يا شباب. طيب. كنتوا سامعينه واضح ولا زينا؟ اقول انا لغايه لما يقولوا لك؟ لا لازم هو من. لا انا اللي كنت هقوله وبعدين طلعنا لا بس معلش عشان كلامه لازم استاذ ابو العز او استاذ فريد يرد عليه. لا يا جماعه ما مش هقل على الكلام. لا ما نخلص. لا يعني اتاخدت مني الكلمه راحت. لا مش على الكلمه، انتوا نفس الاتجاه. لا مش الكلمه يعني لان مين نفس الاتجاه؟ حضرتك مش مؤمن على نفس كلامه؟ طب ما هو في 4 مكالمات قبلهم. هي الموضوع يعني مش حرب كلام. لا اصل انا كنت لسه هتكلم. انا كنت من الناس المسؤوله ايه؟ انا كنت لسه بداري على الفلول. فاضل ان حد يتفاعل. لا طب معلش يا استاذ فريد، عشان الاستاذ عصام بيقولوا انه استاذ عصام، وحضرتك قلت ان انا كنت بداري على الفلول. طبعا قلت كده وبقول لك ثاني وثالث ورابع، انت بتحاولي تخلطي بين المسائل كلها. انا لا بس كلام واضح، انا كنت بدافع عن الفلول يا استاذه رانيا. انت اصل الاجابه على هذا السؤال ارجع الى ارشيف جريده المصري اليوم واقرا حوارات رانيا بدوي وبعدها نتحدث. ممكن تسمعي الرد بقى. اشكرك استاذ عصام، اتفضل مع حضرتك. اتفضل. حضرتك مشكوره امام الراي العام الان والاعلام كله امام الدنيا كلها. اطلبي من الاعداد العدد يدخل يدوس على زر على الكمبيوتر تصريحات الدكتور البرادعي اللي قالها للفاينانشال تايمز اول امبارح. انتوا بتناقشوا ايه المسائل؟ علاقتنا بالبرادعي ما تسمعي لي للاخر ويطلع فيها ان اتباع مبارك والثوار اختاروه قائدا لمواجهه الاسلاميين. اتفضلي حضرتك ونكمل كلام بقى تطلعوا لي الاعلان ده. شكرا. مش فاهمه حاجه، يعني ايه هطلع ايه علاقه كلام البرادعي بالدكتور عصام بيقول وتصريحات عصام؟ سامعين حاجه يا شباب؟ يا استاذه رانيا، انا مش سامع حاجه يا استاذ. يعني استاذ دكتور البرادعي عمل حوار للفاينانشال تايمز، ايه علاقتنا احنا بالموضوع؟ اجابه على سؤالك. مش انت بتقولي لي مين اللي رجع الفلول للمشهد تاني؟ طيب مين اللي رجع الفلول للمشهد تاني؟ ايوه قصدك البرادعي يعني. طيب حاجه برضه ماليش انا علاقه بيها يعني. هو انا المفروض احترم سؤالك واجاوب عليه ولا اهرب منه؟ طيب اشكرك. انا لازم اجاوب. ايوه يا استاذ عمرو. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام سلطان. اتفضل يا استاذ عمرو. ما يتكلم عصام انا كنت هقول حاجه هنا اهوت.